الافلاتوكسين ده نوع من السموم اللي بتطلعها فطريات معينه، اشهرها فطر اسمه اسبراجيلاس فلافاس واسبراجيلاس باراسيتيكاس. الفطريات دي بتحب تنمو في الجو السخن والرطب، وبتعيش على حاجات معينه من الاكل، خصوصا لو الاكل ده متخزن بطريقه غلط. الافلاتوكسين دي اساسا بتيجي منين؟ الفطر ده على فكره ممكن يهاجم الاكل في الزراعه او بعد الحصاد، ولو ما تخزنش طبعا كويس الفطر يبدا ينمو عليه ويبدا يفرز ماده الافلاتوكسين. السم ده بيبقى خطر جدا لو دخل جسم الانسان بكميات كبيره او على المدى الطويل. طب بيعيش على ايه الفطر ده؟ تمام، اشهر الاكلات اللي ممكن يتكون عليها الافلاتوكسين الذره البلدي او الصفراء، الفول السوداني، الفستق، اللوز، الجوز، التين المجفف، ماشي، البهارات لو اتخزنت طبعا في مكان رطب. القمح على فكره في بعض الحالات ممكن يتكون عليه ماده الافلاتوكسين. الاعلاف الحيوانيه، وده طبعا خطر جدا لانه ممكن يوصل السم ده للبن او للحمه كمان. طب ليه الافلاتوكسين ده خطر؟ لان الافلاتوكسين ده على فكره ماده مسرطنه خصوصا للكبد، يعني بيعمل سرطان كبد وممكن يسبب مشاكل صحيه خطيره جدا. طبعا اشهرها اول حاجه طبعا سرطان الكبد، وبيعمل طبعا ضعف في المناعه ومشاكل في الجهاز الهضمي وفشل كبدي لو التعرض ليه كان بكميات كبيره. طب ازاي نتجنب خطره يا دكتور؟ نخزن يا ريت الاكل في مكان ناشف وجاف، ونتاكد ان مفيش رطوبه او تسوس في الحبوب او المكسرات. نبعد عن الحاجات اللي شكلها بايظ او عليها عفن. يا ريت نشتري الحبوب والمكسرات من مصادر موثوقه. لو عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك وشير وكومنت، واشتركوا على قناتي في اليوتيوب وفي التيك توك عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.